مش انا لقيت كنز، لا 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 مش دهب، بس كنز بجد. لقيت الجوكر اللي بيخدم صحتك وبشرتك وشعرك ودماغك. اهم حاجة تعرفي ازاي تستخدميه، وهو زيت جوز الهند. بس لازم تعرف ان هو نوعين، فيرجن وريفايند. وريفايند ده النوع اللي هو بيبقى ارخص وريحته اخف، وعشان تستفاد منه صح انا عايزاك تجيب الفيرجن. بالنسبة لبشرتك يا ست الكل، هو هيرطبها ولا اجدعها كريم مستورد، لانه بيحارب التجاعيد والخطوط. عايزاكي تاخدي نقطة منه كده بالليل وتسخنيها بين ايديكي وتفرديها على وشك بالليل وشوفي وشك الصبح. وهو كمان مضاد فطري طبيعي، يعني بيعالج التنية والالتهابات. وبالنسبة لشعرك، هو مش مجرد زيت سطحي كده هتحطيه على شعرك وخلاص، لا، ده بيعالجه وبيحوله لشعر اقوى وانعم. جربي تستخدميه كحمام زيت مرة واحدة في الاسبوع وهتشوفي الفرق. نيجي بقى للجد، لصحتك. زيت جوز الهند فيه نوع من الدهون اسمه ميديم تشين ترايجليسرايد. دي دهون ذكية، الجسم بيمتصها بسرعة وبيحولها لطاقة، يعني هي ما بتتخزنش في الجسم على شكل دهون. ولما عملوا دراسة على مجموعة من الناس بياخدوا كل يوم الصبح معلقة زيت جوز هند، لقوا ان هرمون الجوع الجرلين قل عندهم بنسبة كبيرة جدا. يعني زيت جوز الهند بيقلل الشهية جدا، فهو مناسب للناس اللي عايزة تعمل دايت. زيت جوز الهند كمان مضاد للبكتيريا والفيروسات، يعني ممكن ناخد منه معلقة نتمضمض بيها، هتساعد في تطهير الفم وكمان تبييض الأسنان. بديل طبيعي للديودرنت، كمان هو ممكن يستخدم كبديل لكريم الحفاضة عند الأطفال، وكمان مزيل ميك اب طبيعي. وعلى فكرة لو لقيته اتجمد في الشتاء ما تقلقش، دي علامة طبيعية بتقولك ان هو زي الفل. ولو اول مرة تشوفني فانا دكتورة داليا يوسف، اخصائي التغذية العلاجية والاكلينيكية. وتابعني عشان تعرف اكتر عن ريستارت ويز داليا. وعاوز وصفات حلوة بجوز الهند، اكتبلي في الكومنتات زيت جوز الهند.